وينتر از كومين، البرد حتى هو جاي معاه. ويمكن تكون من الناس اللي ما كيعرفوش يلبسوا كاع في هذا الفصل هذا، اولا كتحير في شنو انك تختار وشنو تلبس. وخا هذا الفصل من بين احسن الفصول اللي تقدر تطلع فيهم حطات واعرين وباقل جهد. واليوم غادي نشوفوا دليل شامل كيفاش تختار القطع الضروريه اللي غادي تحتاج في الشتاء، وغادي نوريك كلشي من ا حتى زد. بغيت منك حاجه وحده هي تكمل الفيديو حتى للاخر باش تفهم كلشي وتستافد. وإلا عجبك الفيديو خلي ديك لايك واعطيني الراي ديالك في الكومونتيرات. ليتس جو. فكما قلت لكم في المقدمه فراه غادي نشوفوا كلشي من لي جاكيت حتى السراول، شنو غادي تلبس من تحت لي جاكيت، كلشي. فغنبداو من اهم حاجه ومن الفوق، وغنشوفوا لي جاكيت اللي غادي تحتاج في هذا الفصل هذا. واول اختيار عندك في هذا لي جاكيت هي البوفر جاكيت، محبوبه الجماهير. جاكيت اللي غادي تحميك من البرد ومستيليه، شوف فيها كاع الحوايج اللي غادي تحتاجهم. انت ركز غير على الجوده، حاول تقلب مزيان حتى تلقى شي وحده اللي بكاليتي زوينه وثمن اللي معقول. وخاص تعرف بلي كاين بزاف ديال الانواع في هذا الجاكيت. فمثلا هذه الا اختاريتيها فغتكون غير ديال الشتاء، اما هذه فهي احسن خيار حيت تقدر تلبسها في الخريف وفي الشتاء. واخا ما عندهاش قب، ولكن مع العنق ديالها راه غادي يحميك من البرد بزاف. الا لبستي معاها هودي او شي حاجه راه غادي تكون حاميك من البرد في الشتاء. ودابا غادي نوريك احسن الاختيارات ديال الالوان اللي فيها، وانت اختار اللي يعجبك. الالوان عندك فيهم كامل الحريه واختار اللي بغيتي، ولكن كرايي الشخصي كنفضل يا اما الكحل اولا الكري. هما احسن الاختيارات اللي كنصحك تشري، حيت غادي يجيو واعرين مع الالوان الاخرين اللي غادي تكون لابس. زائد راه هما هادو الالوان اللي خاصهم يكونوا في الشتاء، فبعد على ديك الابيض اولا الصفر. مهم هادو كما قلت لكم كتبقى حريه، ولكن بالنسبه لي الكحل والكري فهاد الجاكيت بالضبط راه احسن اختيار بالنسبه ليك. وكاخير نصيحه في هاد الجاكيت هادي، حاول تبعد على البوفر جاكيت اللي فيهم اللوغو، مثلا اللوغو ديال نورث فيس. هما زوينين ولكن كلشي لابسهم، فاحسن اختيار هو انه تبقى سامبل جاكيت ويكون اللون زوين كما قلت لكم. صافي اللوغوات بعدوا عليهم. قبل ما غادي ندوزو للجاكيت الثانيه، فراه انا مني كنت كنجمع الحوايج اللي غادي ندير في هذا الفيديو ما شفت لا ترند لا والو. يعني هادشي اللي غادي نقول لك كراي شخصي احسن حاجه تقدر تشري، وانا من الناس اللي غادي ننصحك عمرك تتبع الترند ديال الحوايج. والجاكيت الثاني اللي غادي نشوفو هي الفليس جاكيت. وهايلي ندويو على الجاكيتات وما ندويوش على الفليس جاكيت، حشومه كاع. جاكيت لي سامبل وانيقه وما كبيراش بزاف، ولكن الميزه ديالها هي انها مصنوعه من الصوف، يعني غادي تعطيك ميزات كثار اللي من بينهم السخونيه. جاكيت سخونه وغادي تحميك من البرد. فهاد الجاكيطه من بين احسن الخيارات اللي كنصحكم بهم، واللي غادي تخليك تناسق بين الحوايج الاخرين اللي عندك في الماريو بواحد السهوله. ومن بين الحوايج عاوتاني اللي كيخليوها الجاكيطه واعره، فكما كنعرفوا حنايا في المغرب وهادو كاع الدراري اللي كيقراو في مدرسه ولا جامعه راه غادي يكون واقع لهم هاد البلان. وفي ديك الصباح مع التمني كيكون البرد، كضرب ديك العشره كترجع الشمس ما كتحملش راس. مثلا الا ضربتي هاد الجاكيطه وضربتي من تحت قبيه فراه الصباح انت لقيتي حل البرد مع 12 فحيد ديك القب وانت مريقل، غادي تبقى بين وبين. ماشي هي الا كنتي لابس جاكيطه كبيره وقبيه فغادي تصاد وما غتحملش راس. اما بالنسبه للالوان فراه كاين بزاف، ولكن حاول تختار جاكيطه اللي كيتعتبر اللون ديالها محايد، مثلا الرمادي، البيج، الكحل، البني وبحال هكا. ندوزو دابا نشوفوا الحوايج اللي تقدر تلبس تحت الجاكيت اولا تلبسهم غير بوحديتهم الا كان الحال بارد شويه بلا شتا بلا والو. الخيار الاول اللي باين هو القبيات تشريهم اوفر سايز من الاحسن، وبعد على الرسومات بحال داكشي ديال ناروتو. ما كاين اللي كيعجبو داكشي وكيطلع به حطات زوينين، ولكن ما كاينش ما احسن من ان داكشي يكون سامبل. بالنسبه للالوان فاختار اللي بغيتي، ولكن واحد اللون قليل اللي كنشوفو لابس وما عرفتش واش غادي تلقاوه ولا لا، ولكن هو الدارك جرين. هذا اللي كيبان لكم دابا هنايا. فاذا لقيتي قبيه في هذا اللون هذا فراه واعره غير شريها، هذا اللون ناضي وقليل الناس اللي لابسينه. الحاجه الثانيه واللي مهم تكون عندك هي الكرونيك، من احسن الحوايج في الخريف وحتى ملي كيكون الحال بارد. تزيد عليه شي جاكيطه اولا تضرب فوق شي جيلي غادي تطلع حطه ناضيه وخفيفه. وبزاف ديال الناس ما عندهمش هذا العنصر هذا في الماريو ديالهم اولا ما مسوقينش ليه، حيت القبيات بحال كنقولوا سرقوا منه الاضواء بسبب القب، بسبب كيكونوا كبارين. ولكن كيبقى الكرونيك قطعه اساسيه بالنسبه ليا اللي غادي تجيك مع بزاف ديال الحوايج وغادي تطلع لك حطات واعرين، وتقدر تدمجها مع بزاف ديال الحوايج. يعني مثلا تقدر تضربها مع ستارتيرا اولا مع جاكيطه كبيره مع بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للالوان فكنصحك يكون بعدا ديك الكرونيك غير في لون واحد وانت اختار اللون اللي بغيتي، ولكن بقى غير في الوان المحايده باش يجي مع الجاكيط ومع لي بياس الاخرين اللي عندك.
ندوزو الحاجه الاخرى اللي حتى هي زوينه ومستيليه ومهمه بزاف في البرد، واللي هي تورتل نيك. ادوى البرده الاصدقاء، قطعه مستيليه وسخونه وكتحمي العنق ديالك من البرد، زائد غادي تجي مع كاع الجواك تقريبا الا الفليس جاكيت على ما اظن، حيت تخيلتهم في راسي ما بان لياش. بالنسبه للون فشوف الكحل، الكري، البيج، البلو سيال، المهم هاد الالوان هادو كما قلنا ما بقاش نعاودها، راهم الوان محايده يعني غادي يجيوك مع كلشي، اما عايش ما لبسيهم غادي يطلعوك حتى زوين. بعد على الصفر الحمر الخضر داكشي ما خدامش. ودابا ندوزو للبارتي ديال السراول. اول سروال غادي ندويو عليه هو البلو جينز 90 اس. قبل ما نعرفوا علاش بالضبط غادي نختاروا هذا السروال، فخاص تعرف بلي كاينين بزاف ديال الانواع ديال السراول، وغنقول لك شي وحدين منهم باش ملي تمشي تشري تكون عارف شنو غادي تشري. اول حاجه كاين سكيني فيت اللي كيكون ضيق وما كننصحكمش به. النوع الثاني هو سليم فيت اللي كيكون ما واسع ما ضيق، يعني في النص، واللي الاغلبيه كيلبسوا. والنوع الثالث كاين سليم فيت 90 اس اللي كيقولوا عليه البوي فريند، واللي هو احسن خيار. وكاينين بزاف ديال الانواع اخرين دابا نطرقوا لهم في شي فيديو اخر. المهم حنا غادي نختاروا 90 اس هذا اللون هذا بالضبط، حيت حرفيا كيجي واعر مع كلشي وكيتناسق مع اي حاجه لبستيه معاها. السروال الثاني اللي غادي ننصحكم به واللي هو المفضل عندي انا شخصيا، واللي هو الجوكرز اولا سويس بان. راه كاين فرق بين هاد الجوج هادي اللي سمعتو، ولكن ما كاينش شي فرق اللي كبير صراحه، لذلك اللي اختاريتي فيهم راه مزيان. انا شخصيا كنفضلهم على سراول الجين وعلى الكارغو كاع، حيت جامعين بين جوج حوايج اللي كلشي كيقلب عليهم، هما الراحه والاناقه. خذ واحد في الكحل اولا الكري او اي لون بغيتي ويكون كاليتي زوينه، وراك غادي تستافد منه بزاف، خصوصا الدراري ديال المدرسه اللي كيكونوا جالسين في القسم بزاف، اولا الدراري اللي كيخدموا، فراه هذا مريح على الجين بدرجات.